ليه بتنادي على جوزك بدون ألقاب؟ يعني فين درس تفخيم الزوج اللي درسناه كلنا زمان؟ فين؟ ليه نسينا الدرس ده؟ ليه نسينا الموضوع ده؟ فكروني نعمل حلقة بعنوان تفخيم الزوج. نسيتيه؟ أفكرك بيه. سامعة يا هانم بتقولك ايه؟ بتقولك تفخيم الزوج. وانتي اخر مرة كنا عازمين ابويا واخواتي واديتيني على القفايا فريدة. تسلم ايدك يا حبيبتي، مادام لوحدينا خلاص. طب تعالى اقعد يا منيل، ورينا الولاية دي بتقول ايه. ليه بتنادي على جوزك كده يا محمد حاف مثلا؟ قولي لجوزك يا أستاذ محمد. يا أستاذ محمد تحب تشرب إيه؟ اسمعي مني تكسبي. لو جوزك اسمه محمد قولي له باللقب ده، يا أستاذ محمد. مفيش حاجة اسمها محمد، لغوها خلاص. ما تاكليش آخر حرف من اسم الراجل بعد إذنك. زي ما انتي ما تقبليش إنه ياكل آخر حرف من اسمك، انتي كمان ناديه باسمه كامل. انتوا انا اعرف واحدة ما بتقوليش ارقد يا محمد، هي اللي مذاكرة نحو يا حبيبي. نراجع نحو ما تراجعوش ورايا، أنا عارفة بقولك إيه. فهنقول يا أستاذ محمد. شبح الحيط محمد. 5 ل6 محمد. شبح الحيط محمد. 5 ل6. في حاجة اسمها اتيكيت التعامل مع الزوج. والله في حاجة اسمها اتيكيت التعامل مع الزوج. مش محتاجة أقوله، معروف إن الرجل نعمة من نعم ربنا زي الأكل والشرب، هو أحسن. هذه النعمة اللي ربنا خلقها في الأرض ليها اتيكيت. شفتي بقى انها بتقول علينا ان احنا نعمة؟ نعمة ايه بس، ده انتوا عتمة، او ان بيضلموا حياتنا وطموحاتنا. زي ما في آداب التعامل مع الطعام واتيكيت إزاي ناكل، في آداب التعامل مع الزوج واتيكيت التعامل مع الزوج. سامعة بنت الناس المحترمين بتقول ايه؟ بتقولك اتكاد التعامل مع الزوج. طب كمل يا روح امك. لو انت بتتكلمي مع صاحبتك في التليفون، أنتمتك، مامتك، أختك، حماتك لا استثناء، حماتك عادي كملي دي أمه، ودخل سمعتي المفاتيح ودخل من الباب فورا من غير ما يشاورلك، طيب ممكن نتكلم في وقت تاني علشان الفرعون الصغير الكبير وصل، وتقفلي حلوة الفرعون الكبير الصغير دي، ايه قبلة ولا ايه؟ التليفون من غير ما يبص ولا يرمش ولا يعمل لك كده. ده انت مش تملكيه، تأسريه. عارفه انت لما واحده تكون مسيطره على واحد يقولك ايه ده، هي ماسكه عليه زله ولا ايه؟ انت هتبقي كده من غير زله ولا حاجه. دخل من الباب، انت بتعملي حاجه مشغوله في حاجه، هو لازم يحس ان دخوله ليه هيبه، ليه وضع. دخل مدياله ظهرك، لفي وشك على طول لجوزك. بتعملي حاجه انتبهتي انه جه، على طول جري سيبي الحاجه وروحي له. حتى لو هتطلعي تروحي تقولي حبيبي حبيبي، نورت بيتك حبيبي، حمد لله على السلامه، حيالله من جانا، قولي اللي انت عايزه تقوليه وارجعي كملي حاجتك. بس هو دخل البيت، انتباه. عارفه اللقطه واللفته البسيطه دي؟ شفت يا ست هانم، بتقولك انتباه، لما اخش البيت انتباه، بعدين بتقولك لما اجي لازم تستقبليني، مش تقعدي ترغي في التليفون قبل وبعد. مش قادره احكي لك، مش قادره احكي لك هتكوني اسراه ازاي. اهم حاجه شوفي اللي فات ده كوم، واللي انا هقوله ده دلوقتي كوم تاني خالص. طبعا انا السنه دي اديتك هديه جوجل نفسه مش هيديها لك، مش موجوده على جوجل، مش موجوده غير في الكتب اللي احنا اتعلمنا منها، مش موجوده غير في البرنامج ده. الصوت الشتوي، صوتك الشتوي يا هانم اللي نسيتيه بعد ما اتجوزتي. نرجع بقى، الصوت الشتوي والعيون الشتويه، عايزاكي تستخدميهم 24 ساعه مع الراجل.
اقفلي وحولي للصيفي مع الولاد، بس الراجل ينقص الشتوي. العيون الشتويه دي المصاحبه للصوت الشتوي. العيون النهسان وانت بتكلميه كده، ضيقي عينيكي، سبلي عينيكي، سهتيني عينيكي، عشان يحس ان في نوع من انواع البراءه انت ما فقدتيهاش. لو عندك طفله صغيره مخلفه بنت صغيره، اتعلمي منها، خدي حركات منها. فلو جمعنا ما بين الصوت الشتوي والعيون الشتويه، يا الله يا الله، تكون حياه مش سعيده، حياه فوق فوق فوق. تخيلي بتكلميه بصوت هادي وعيونك مدبله ودبلانه سهتان، اي حاجه بيقولك اي حاجه اعملي كده. عملتي غدا ايه النهارده؟ عملت لك يا حبيبي بطه بالبرتقال كده. مستحيل اي حد بره يدخل دماغه ولا مفيش عنده في البيت كنز شتوي. هو ايه يا حبيبتي الصوت الشتوي ده؟ ايه ده؟ هو انت مش عارف ايه هو الصوت الشتوي؟ هي اللي عايزانا نتكلم كده. وانتوا المفروض هتتكلموا ازاي؟ هنتكلم كده رحومة. يا لهوي